الأهلي بيخسر من الترجي 3-2. مجموع الماتشين 4-2 لصالح الترجي. مش عارف والله هو ليه النادي الأهلي بيخسر لتالت خسارة على التوالي. دي تالت خسارة على التوالي. خسرنا قدام طلائع الجيش، وخسرنا في الذهاب أمام الترجي 1-0، وبعد كده خسرنا من الترجي على أرضنا 3-2. أنا أقسم بالله الأهلي بقى فرقة عادية عادي، بقى أي حد ممكن يهزمها عادي. باللعيبة اللي عندك، بالسكواد اللي عندك، بالإدارة اللي عندك. أنت إدارة ما جبتليش مهاجم عيدل واحد ما جبتلوش. رحت جبت لي محمد شريف، ورحت جبت لي كاموش، ورحت جبت لي أوتاكا اللي هو بيلعب جناح. طب انت دلوقتي واحد، انت رحت جبت لي بقى صفقات، وجبت لي بقى جنيحه، مين اللي خد مين؟ يعني الاجنحه دي هتخدم على مين؟ مش محتاج مهاجم. انت واحد ما جبتش مهاجم. ليه ما جبتوش؟ انت اداره فاشله. عملت انجازات كتير وجبت بطولات كتير، بس في سلبيات كتير جدا للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي. فعشان كده ادت لخساره الترجي ذهاب واياب. يعني ذهاب واياب خسرنا من الترجي. انت حضرتك ما جبتليش مدرب عدل، جبت لي مدرب. يعني انا مدرب ميكانيكي، ده كان مدرب ميكانيكي، حط له شنب كده، يتحط له الكاو ويابا يشتغل ميكانيكي. احلى ميكانيكي. بس ده انت من واحد ما جبتليش خط دفاع عدل، ما جبتليش باك يمين يسد، ما جبتليش مهاجم عدل يسد. الاهلي ناقص له روح. الاهلي ناقص له، انا مش عارف اللعيبه دي. يعني انت مشيت اصلا العميد بتاعت الفرقه، يعني انت مشيت العميد بتاعت الفرقه. قدر الله ما شاء فعل، وبالتوفيق للنادي الاهلي بعد كده، ويكون كده انت